ودوا عشان تجيبوا هاتوا، لكن ما تدخلونيش انا في اي حاجه. انا من الصالح، انا ذهبي وسياستي ودنيتي واخرتي وديني ومذهبي مليء حضره الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام عليه الصلاه والسلام، ما اعرفش حاجه غير كده. طبعا هو راح طلب مني بعد كده ليله القدر، رفضته. طلب مني يوم العيد، رفضته. طلب مني ليله في اسبوع العيد، رفضته. ليه رفضتني؟ وطلب حاجه ثانيه برضه رفضته. رفضت عشان انا متربي في حجر مشايخ صالحين اهل البيت، سمعت منهم ان لله رجال من الرجال يحرمون بعض الحلال خشيه ان يقعوا في الحرام. ان لله رجال من الرجال يحرمون بعض الحلال خشيه ان يقعوا في الحرام. وخلصت عدم الاتفاق وعدم اسمه بقول لكم يعني على اساس الليله اما بالنسبه للحديث اللي انا قلته على المسرح، كيف انا اشبه واحد بعامه الناس بحد من الساده الخلفاء الراشدين؟ الساده الخلفاء الراشدين اللي انا حتى ده المشايخ انا ما شبهتهمش بالساده الخلفاء ولا هم يرضوا يشبهوا بهم. لان حضرة النبي قال فيهم: من احسن القول في ابي بكر فقد اقام الدين، ومن احسن القول في عمر فقد اضاء السبيل، ومن احسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله، ومن احسن القول في علي فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. هجيب واحد من عامه الناس واشبهه بحد من دول؟ انا اتمنى كل الناس يكون فيها حب سيدنا ابو بكر لحضره الرسول، وعدل سيدنا عمر، وسخاء سيدنا عثمان، وكرم سيدنا علي. اتمنى. اما بالنسبه للناس اللي فهموني غلط وغلطوا فيا، انا مسامحهم، واسال الله لنا ولهم ولكم العفو والعافيه، وان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم وعنا كلنا ويغفر لنا ويجمعنا في الفردوس الاعلى مع حضره الرسول بصدور منزوعه الغل، بصدور منزوعه الغل، بصدور منزوعه الغل، لقول الله تعالى سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان على سرر متقابلين. هذه كل الموضوع. لا الهوجه اللي انا لو اتكلمت على حضره النبي وانتوا انشغالكم بميت دشناوي ده انشغلتوا بالصلاه على النبي كنتوا بقيتوا اولياء.